مساء الخير من هلا لندن تي في، حلقة جديدة من برنامج هاشتاج سياسي. ليلة يمكن نختصر وفي إمكاننا أنه نختصر المشهد باسمين. الاسم الأول هو رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بحديثه الأخير لجريدة النهار يوم الاثنين، الذي يلمح فيه إلى مسؤولية حزب الله عن اغتيال الياس حصروني في عين إبل، وأن أكثرية ساحقة من اللبنانيين باتت ضد تصرفات حزب الله وممارساته. شخصية الثانية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي ألمح في خطابه الأخير إلى احتمال نشوب حرب أهلية وحذر من الدعوات إلى التقسيم، كما اتهم قناة تلفزيونية من دون أن يسميها يعني الام تي في بالخبث وتأجيج نار الكحالي وجهات سياسية أنها تدفع بالبلاد إلى حرب أهلية. هذه الحلقة رح تركز على الأمن والانقسام العمودي في المجتمع اللبناني واحتمالات انفجار الوضع الداخلي أمنيا وسياسيا، وسؤال: ماذا بعد عين الحلوة؟ ماذا بعد عين إبل؟ ماذا بعد الكحالي؟ وأيضا بنحكي عن الاستحقاق الرئاسي بما تبقى من الوقت. ضيوفنا الليلة كل من معالي وزير الداخلية الأسبق مروان شربل. مساء الخير معالي الوزير، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لوجود الكاتب السياسي الزميل قاسم خسير. أهلا وسهلا فيك. بالاسم الثاني بينضم لنا عبر تقنية الزوم النائب عن كتلة القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس. القسم الأول: لبنان على حافة الانفجار. لكن قبل ما نبلش، عادة دائما ببرنامجنا بنبلش بجولة على بعض وسائل الإعلام وكيف تناولت مختلف المواضيع اللي رح نحكي فيها هذه الليلة بفقرة اسمها زابينج. لبنان أمام تحد جديد متعلق بالأمن في البلاد في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب اللبنانيين اقتصاديا وسياسيا. على أساس شبه يومي تقريبا الحدود في هذه المنطقة مستوطنة المطلة ومناطق أخرى تشهد توترا. الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل منع المدنيين من الاقتراب من السياج الشائك. من جهته أكد الجيش الإسرائيلي قال إنه أحبط محاولة للتعدي والمساس بالسياج الأمني على الحدود. غضب كبير في لبنان إثر جريمة مقتل شابين هيثم ومالك طوق في منطقة محيطة بالقرنة السوداء أعلى قمم لبنان. تداعيات حوادث مخيم عين الحلو الأخيرة ما زالت تتفاعل، خصوصا لجهة الحديث عن دور لجهات إقليمية في إشعال فتيل الاشتباكات. أشار مارون الحصروني شقيق الياس إلى أن ما حصل لا يحمل طابعا سياسيا، ولكن هناك من يريد الاصطياد بالماء العكر. في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بمقتل شخصين، أحدهما من عناصر حزب الله في إطلاق نار ببلدة الكحالة في جبل لبنان. إن حزب الله يسعى لأمرين: الأول إفهام المجتمع الدولي أنه هو الحاكم في لبنان، وأي معارضة أو حوار تكون عبره دون سواه كما فعل في الترسيم البحري. أما الأمر الثاني فهو يقول للبنانيين: تشبهوا بي واحملوا السلاح، وكأنه يوجه دعوة للحرب. معالي الوزير، من عين الحلوة إلى عين إبل إلى الكحالة، قبل وبعدها ما بنعرف شو في بعدها، دخلنا ربما بنفق خطير للغاية. لك ما في شك انه فوق الطين بلة هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. انا اللي محيرني انه هيدا عامل ايجابي ولا عامل سلبي؟ انه العالم ما عم تتحرك، ما عم بتروح لان ما معها مصاري تتحرك، ما معها مصاري تشتري ادوية. ما بعرف عن جد، هيدي ظاهرة غريبة بهالبلد، انه عايشين بجو يعني اي هذا الجو باي بلد تاني كان بيعمل ثورة وبيعمل فوضى من زمان. كيف ساكتين؟ هيدا على الموضوع الاقتصادي والاجتماعي. بقى لحتى نبلش بالوضع الامني. نعم. ما في شك انه نحن كل يوم عم تتوتر الامور اكثر من يوم، ونحكي بكل صراحة لعدة اسباب. السبب الاول انه
عدم انتخاب رئيس جمهورية وما عم نقدر نتفاهم على رئيس جمهورية. يعني النصاب السياسي مفقود. صحيح. بهذا المعنى. صحيح. نعم. النصاب السياسي مفقود، والنصاب مش رح أقولها. لا تفضل. ليك مش واعيين هن ومش مدركين انه اوكي كل العالم اذا جاعت هينه عم بحكيك جد. ممكن اذا انا موظف مدني قاعد ببيتي جعت بطل روح على شغلي، بس اذا جاع العسكري شو بنعمل؟ العسكري معه من هلا ل3 اشهر بيعطوه $100. طب اذا امريكا بطلت تدفع وقطر بطلت تدفع شو بنعمل؟ اذا العسكري قاعد ببيته ساعتها انا بقول لك في خطر كبير. رايحين على المجهول، ما حدا هل هو حرب؟ هل هو تغيير نظام؟ هل هو اعلان كل واحد كل حزب اعلان بمنطقته اعلان دويلته، او تتدخل الامم المتحده وبتبعت مثل ما بعثت قوات الردع العربيه؟ اليوم يمكن نشوف قوات ردع اجنبيه. هيك بدهم؟ اذا هيك بدكم نحن هيك رح نوصل. يعني انت خايفين من انفجار داخلي، يعني ينفجر البلد من جوا؟ انا خايف انه العسكري يجوع، وانا بعرف وانا عسكري وعم بحكي معهم يوميه. انا مثلا بروح هلا انا كل مدة بعمل فحوصات، انا عم بدفع كل مدة كل 3 اشهر. التغطية الاجتماعية ما عادت، ما في شيء. هلا حتى الجيش مغطى من هلا لاخر السنة. طيب اذا انت ما انتخبت رئيس جمهورية وبرا طلبوا منك يا خي عود ننتخب رئيس جمهورية، بلا ما يفرضوا عقوبات علينا يوقفوا $100 للجيش وقوى الامن، رح نوصل للمجهول. انا هذا اللي مخوف. يعني بتخاف على وحدة الجيش بهالاطار؟ على بنيان الجيش، على بنيان الجيش. مش رح ينقسم الجيش، بس رح يقعدوا ببيوتهم، رح يبطلوا يشتغلوا. طيب نتصور هالعسكري اللي قاعد بالمخفر مثلا، عم بحكيك قاعد بالمخفر ابنه مريض مش قادر ياخده على المستشفى، جيت انت تتشكله انه سرقوا بيته، سرقوا لك بيتك، ما بتفرقوا معه، ما بيقعدوا يطلعوا، بقول لك انت وبيتك اخر هم عندي، انا ابني عم بيموت. هيدا اللي انا خايف منه. وهيدا اذا بقينا من هلا لاخر السنه يمكن نوصل للي انا عم بقول لك. اذا العسكري بطل يشتغل وبطل، يعني بالنهايه هلا كل مرافق الدوله وقفت، ما بقى في شيء، لا القاضي بيشتغل ولا الاستاذ المدرسي بيروح على المدرسه ولا الموظف، بعد في العسكري جيش وقوى امن مهديين الدوله، هن الدوله. فاذا انتبهوا، انا عم بقول لكم انتبهوا من هلا لاخر السنه، بعد في 3 اشهر. اذا تخطت هال3 اشهر وبدل ما يفرضوا عقوبات علينا الدول الأجنبية، إذا كانوا بدهم يعملوا فوضى بلبنان ببطلوا يتعاملوا عسكري، ساعتها خليهم يحكوا ونشوف شو بده يصير. سؤالي قبل ما أتوجه للأستاذ قاسم قصير، هذا التسلسل بالأحداث المتصاعدة أمنيا تحس كأنه مكنة قلعت بالبلد. اجت تحذيرات من دول الخليجية، تبين أنه التحذيرات منا مبالغ فيها، اجت يعني لا شايفه انا كيف ما فيني اقول تحذيرات من، يعني انا لي ماخذ كمان على هالتحذيرات. بكل بلدان العالم وقت اللي بيصير في تحذيرات بيتشاوروا قبل ما يطلعوا بالبيانات. يعني كان مفروض انه الاجهزه الامنيه موجوده، مفروض اذا حدا عنده من مخابرات السعوديين والمخابرات المصريه ومن مخابرات الكويتيه يحكوا مع المخابرات اللبنانيه انه نحن حاسين في نقطه ضعف بهالمنطقه، شوفوا كيف بدكم تعالجوه، لانه نحن عندنا هالمعلومات هيدي. يعني ما فيك تيجي انت تفسرها وكانه لا هن خايفين. يعني وقت كانوا هن خايفين يعني هن عارفين انه بالكحالي بلا تمرق الشيحني وتوقع، لا ما كانوا عارفين وما حدا معه خبرها. هذا التنسيق ضروري. نحن ما في تفاهم بيننا هلا حاليا وبين برا الدول الاجنبيه اوروبا وامريكا وبين الدول العربيه، نحن ما عندنا تنسيق. ما حدا بيحكي، يعني نحكيناهم ما بيوثقوا فينا، واذا مثلا حكيونا ما بنرد طبعا، واذا صار عندهم مشكله ونحن اعلنا رفضنا لهالمشكله اللي صارت، ما راح يصدقونا، راح يضحكوا علينا. بقى نحن لازم نبلش قبل هلا لقبل اخر السنه. وانا اكيد منا انه العسكري راح يجوع، وكل ما تطولنا
انه شو ال $100 بدك تعمل له. هلا عاضد على جرحه وانا بحكي معهم ومعي عسكري وبقول له لا انتبه، معلش ال $100 احسن من لا شيء، بس من هلا لاخر السنه الاشياء عم تغلى، يعني ال $100 اللي بيعطوها ما عاد لها قيمه. صحيح. شو بنعمل؟ انا بحملهم المسؤوليه من هلا لاخر السنه، يفتشوا على رئيس جمهوريه، نالف حكومه باسرع وقت ممكن ونشوف. والاخطر من هيك هي عليه. طيب بكره هلا يمكن من هلا ل4-5 ايام بتتركز هيدي الحفاره بالبلوك رقم 9. طيب ومن هلا لشهرين بتخبرنا، من هلا ل 67 بدري 76 يوم بتخبرنا اذا في غاز وبترول ولا لا. طيب اذا طلع غاز وبترول مع مين بيحكوا هودي الكونسورتيوم هذا الثلاثه؟ مع مين بيحكوا؟ ما في دولة، ما في دولة، ما في حكومة، بيحملوا حالهم وبيفلوا. طيب شو بنعمل ونحن معلقين امالنا على هاي؟ صحيح صحيح. بالانتقال لزميلنا الاستاذ قاسم، استاذ قاسم شو تفسيرك لما يحدث امنيا؟ كيف تقراها؟ باي سياق بتحطها؟ هل هي مصادفه انه بهالمده الزمنيه القصيره كله بلش يفرقع بالبلد؟ يعني في اشياء غريبه، ما بدي احكي بنظريه المؤامره، بس في اشياء غريبه. اولا بحييك، بحيي معالي الوزير وشكرا على هذه الاستضافه. شكرا لك استاذ، يعني اللي عم بتحاول تقدم شيء مختلف كمان حتى بالمقاربه. يعني أنا حبيت كثير البدايه، وانا طبعا بوافق بجزء كبير من اللي تفضل فيه معالي الوزير. نحن امام واقع سياسي صعب، يعني بظل في فراغ سياسي، ومعالي الوزير استاذنا يعني بس يكون في فراغ سياسي بصير الوضع الامني غير طبيعي. هذه قاعده من اولويات الامن بعتقد بالعالم. حتى الان لم يثبت ان هناك علاقه بين الاحداث، بمعنى انه والله اللي صار بعين حلوه ما له علاقه بالكحاله، لانه حادثه الكحاله بسياقه لم تكن مدبره، هي اجت بشكل عفوي. لك صحيح. كذلك موضوع عن الابل لهلا ما في معلومات اذا هي سياسيه والله لها ابعاد اخرى. حادث اللي صارت قبل بالشمال بين موضوع آخر عقاري أو شيء. لكن الشيء اللي تفضل فيه معالي الوزير هو الصحيح، أنه نظرا للخلل الأمني السياسي العام بالبلد، أي حدث أمني بيصير بيتحول من حدث بسيط إلى حدث كبير وبيهز البلد، مش بس بيتحول وبيصير المخاوف. يمكن السفارات أو الدول مش بالضرورة هي والله عارفين بده يصير بالكحالة كان قبل ما تصير، بس لأنه اللي صار بعين الحلوة كان مخيف، لأنه كمان اللي صار بعين الحلوة كان مفاجئ بحجمه وبطريقة تصاعد، رغم أنه تدخلت كل القوى السياسية والدينية ما قدروا يوقفوها، ما قدروا إلا بشكل نهائي ولهلأ بعد منا خالصة. نحن أمام واقع صعب. طبعا الشيء اللي أشار له مع الوزير هو الأخطر، لأنه لهلأ نحن الأجهزة الأمنية والجيش والقوى الأمن الداخلي مستمرة بشغلها نتيجة الدعم الخارجي. يمكن في تقدير أن القوى الخارجية ليس لها مصلحة حتى الآن بتفجير الوضع اللبناني، وإلا عندما يتم التوقف عن دعم القوى الأمنية ببطل في هذه الهيبة. في وضع سياسي صعب، في يعني فينا نقول بؤر أمنية غير مريحة أحيانا عم تتحول لأزمات، إضافة لتراجع هيبة الدولة بظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية لحل المشكلات. كمان في شيء مضاف له، هذا السجال السياسي اللي عم يصعد بالبلد، سواء تحت عنوان سلاح حزب الله، تحت عنوان المعركة الرئاسية. نحن أمام واقع معقد، هذا بعد ما جبنا على الوضع الاقتصادي والمعيشي وما جينا على الموضوع الإقليمي اللي ربما يبدو أنه هيك هلا في موضوع الإقليمي تبين، إذا بدنا نحكي بشكل موضوعي، ما في علاقة مباشرة بين ما يجري بالخارج والداخل، لأنه اللي صار خلال هالكم يوم طور الوضع الإقليمي من حالة توتر إلى عودة إلى تفاهم أمريكي إيراني. فجأة صار في اتفاق إيراني أمريكي، صحيح اتفاق جزئي، حتى الإيرانيين والسعوديين رغم أنه تراجع شوي الاتفاق لكن رجع تم تفعيله. ما مبين أنه في تفاعل، لكن أنا برأيي البنية اللبنانية اليوم هي بنية هشة، سواء بالسياسة بالاقتصاد بالمعيشة. قد يكون هناك جهات خارجية تدخل على الخط من خلال أجهزة مخابرات، خصوصا المخابرات الإسرائيلية، إضافة أنه الوضع السياسي بالبلد وضع متوتر. مشان هيك حتى اليوم عم بتصير أحداث أمنية يمكن مش سياسية بس بتشعر فيها بتوتر الناس بالبلد. يعني امبارح صارت حادثة بقرية اسمها علي النهري بين زوج وعديله،
يعني حادثة عائلية بتشوف قتل واحد عديل، قتل عديله. إيه؟ إنه حدا، إنه بتصور حدا حجم العنف المجتمعي اللي عم يتطور من منطقة لمنطقة، في وضع خطير جدا. هذا الوضع يمكن لحديت هلا عم نقدر نسيطر عليه لبعض الأسباب، لكن هو قنبلة موقوتة ممكن تمشي. يعني نحن على قنبلة موقوتة بالبلد. أنا برأيي نحن الوضع إذا لم يتم مثل ما قال معالي الوزير الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة والبدء بخطة إصلاحية ويصير في تسوية ما للبلد، نحن أمام وضع بيشبه إلى حد ما قبل الحرب الأهلية واللي عشناها جميعا. معالي الوزير، لنحكي بموضوع، تفضل. بقصة الكحالة، أنا امبارح كنت عندي على هيدي هي اللي بدي أسأل على الحرة. أنا في شيء ما حدا يمكن ما خطر على بال حدا، بس أنا كعسكري بعرفه. نعم. الله نجى الكحالة من أكبر انفجار امبارح، يمكن قد نص انفجار بيروت. لو بإطلاق النار، لو بإطلاق النار أصيب صندوق واحد برصاصة ولع هذا الصندوق وانفجر، بينفجروا بكل الاتجاهات، وانفجر الكاميون دفعة واحدة كان فيه فوق 10 طن. شو كان صار؟ الله بيحب لبنان. ايه بس كيف بكلمتين توصف هذه الحادثة؟ هذه كادت عدا الإطار العملي بالسياسة. يعني إذا بتطلع مثلا بلشت بشويت، يعني البيئة درزية، انتقلنا على شوية. نعم. وانتقلنا على خلدي البيئة السنية، وجينا على البيئة المسيحية. يعني كلهم عطيوا ردات الفعل انه خيي ليش، انه وكأنه تهمين حزب الله انه هو المشكلة. لا، انا بتقديري هذا الموضوع لازم يتعالج مع حزب الله، وحزب الله بيعرف حزب الله انه ما اذا حتى تبقى المقاومة قوية مثل من كانت بال2006 لما اسرائيل قصفت لبنان، كان كل متضامنين مع حزب الله. انا بتمنى يرجع يصير في تفاهم ويتولى بدرجة أولى حزب الله موضوع الحوار، هو يلح، لأنه أغلب السياسيين تهمين حزب الله أنه هو سبب المشكلة، علما يعني أنا إذا جيت تسألني، لا، مش هو سبب المشكلة الاقتصادية ولا المشكلة السياسية، هو مشكلة من هالمشاكل يلي موجودة بكل حزب من الأحزاب. أنت توافق كلام الإشارة للسيد حسن نصر الله، إشارته وتلميحه أنه في خطر حرب أهلية بالبلد؟ هلا هو أنت بتخاف من هالموضوع؟ أنا قلت لك أمتين بخاف حرب أهلية، لا ولا ممكن. أمتين بتصير حرب الأهلية وقت اللي بنوصل لوقت نحكي بكل صراحة، هو لمح أنه بالحرب اللبنانية عمل إدارات مدنية. نعم. إن كان هذا لما حكي عن التقسيم، هلا بدنا نحكي فيه، وقال لهم ما في تقسيم ونحن ما رح نقبل بالتقسيم. في حال أي فئة من اللبنانيين بدهم يعنوا التقسيم رح يصير في حرب، طبيعة رح يصير في حرب. بس أنا بقول لك لا حزب الله بده حرب ولا حزب من الأحزاب بده حرب، لأنه الحرب في لها مقومات، والمقومات الأساسية هي هل الخارج قابل؟ أكيد مش قابل، وبده الخارج أنه تستقر الأمور أمنيا كل يوم أحسن من يوم، هيك بده برا، لأنه ما ننسى نحن عندنا مليونان نازح ما بدهم اياهم يصيروا بالبحر، ما بدهم يصيروا بالبحر. رح نكمل بهذا الموضوع بالقسم الثاني معك استاذ قاسم. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم. عودة لنا معكم مشاهدينا الكرام بهذا القسم الثاني من هاشتاج سياسي. عنوان القسم الثاني: ماذا بعد عين إبل والكحالة؟ بينضم لنا بهذا القسم الثاني عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس. مساء الخير حضرة النائب. مساء النور استاذ علي، لك ولضيوفك. شكرا لوجودك معنا. شكرا. أستاذ جورج، يعني بهذه العجالة هناك مواقف عالية السقف من
من رئيس حزب القوات اللبنانية، وهناك أيضا مواقف عالية السقف من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. دكتور سمير جعجع بيحكي وبيشير مباشرة إلى أن هناك شبهات ومعطيات تفيد بأنه حادثة عين إبل حادثة مدبرة وإلى خلفية سياسية. ماذا تقول؟ يعني السؤال اللي حضرتك طرحته، ماذا بعد عين إبل والكحالة، نحن احتكاما منا لمؤسسات الدولة وللأجهزة القضائية والعسكرية، ماذا بعد عين إبل والكحالة هو كشف الحقيقة بالحادثتين، ومعرفة أولا من اختطف واغتال الياس الحصروني في عين إبل، وإلى أين كانت تتجه هذه الأسلحة، لشو كانت معدة، وتسليم قتلة فادي برجاني، ومعرفة مصير هذه الأسلحة فعليا، هل هي بحوزة القوى الشرعية اللي هي عندها من حيث المبدأ على الأقل حصرية السلاح على الأرض، لأنه الكحالة منا على الشريط الحدودي مع إسرائيل، لا يبرر حزب الله وجود أسلحة فيها. بموضوع عين إبل الدكتور جعجع بيقول الشكوك تدل على تورط حزب الله. يعني هذا اتهام بالسياسة يفرضه المنطق وواقع القوى على الأرض بعين إبل. نحن بنعرف أنه المنطقة تحت، يعني الأقضية الجنوبية تقع بالكامل تحت سيطرة حزب الله، وهي كلها تقريبا منطقة عسكرية، لأنه بيعتبرها حزب الله مجال حيوي لحركته ولبين مزدوجين مقاومته. فبطبيعة الحال يعني إذا بدك تحمل مسؤولية بالسياسة بتحملها للجهة اللي عندها السيطرة الفعلية واللي هي تعلن إنها تسيطر على الأرض ومش مخبية هذا الموضوع، وبتعمل عروض عسكرية في هذه المنطقة للتدليل على أنه عندها حركة واسعة جدا. شفنا أيضا أنه القوات الدولية تعرضت من فترة لاعتداء، وبين بمجريات التحقيق من اعتدى على القوى الإيرلندية. نحن اليوم عم نتهم بالسياسة، وكان لنا موقف بفتكر الدكتور جعجع وأنا اليوم ردا على وزير الداخلية اللي هو يعني صديق وعزيز جدا علينا، بس انه بالامس طلع من بعد اجتماع لمجلس الامن المركزي يخبرنا نصف الحقيقة، انه ما لها اغراض او خلفيات حزبية هذه الحادثة. وخيو الياس حصروني قال نفس الشيء كمان. طب اذا عرفت انه منا خلفيات حزبية، يعني عرفت الحقيقة، طب شو الخلفيات؟ طلع كملنا الحقيقة، يا اما انتظر التحقيق حتى انتهائه، لانه التحقيقات القضائية كلنا بنعرف ومعالي الوزير بيعرف وهو قاضي بارع وسابق وحالي، انه تحقيقات سرية يجب ان تكون. اذاعة امر ما من هذه التحقيقات لأغراض تتعلق بالمصلحة الوطنية بنظر معالي الوزير يجب أن تقترن بكشف كل الحقيقة. وأنا قلت أنه خلي يخبرنا مين هي الجهة، إذا ما لها أغراض حزبية وما لها أهداف وغايات حزبية وسياسية هذه الحادثة، يخبرنا مين الجهة اللي بمنطقة عين إبل قادرة تتحرك بهالسهولة، تجند 5-6 آليات 10 أشخاص ينجزوا عملية الاختطاف والاغتيال وكب السيارة بهالسرعة القياسية. خليني أسألك شغلي وتقول لي إذا بتشعر أنه هذا كلام موجه لكم. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول أنه هناك شخصيات وزعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من خلال سلوكها ومواقفها أنها تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الأهلية. هذا الكلام تعتبر أنه هذا موجه لإلكم؟ لأنه جريدة النهار حاطة مانشات يوم الثلاثاء تحكي فيه أنه جعجع ونصر الله بوجه بعضهم بالبلد.
شوف يا عزيزي، بمعزل عن إلى من يوجه كلامه الأمين العام لحزب الله، وأكيد مش بعيد يكون عم بيقصدنا وبيقصد غيرنا من قوى المعارضة، بس هيدي الأسطوانة اللي إلى فترة مستمرة إنه بيتم الاعتداء علينا وقت اللي نطالب بكشف الحقيقة، أو وقت اللي نعلي سقف الاستنكار، وقت اللي نعلي سقف المطالبة ببسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل اللبنانيين وعلى كل الأراضي اللبنانية، نتهم بأنه عم نسير الفتنة. يعني وكأنه المطلوب نعتدي عليكم، نعتدي على أمن اللبنانيين، بننقل سلاح بشاحنات محمية من مدنيين بأسلحتهم الكاملة، بينزلوا بيقوصوا على الناس بالكحالة، أو بيتم اغتيال شخص قيادي بحزب اسمه حزب القوات اللبنانية. إذا أنتم بتستنكروا أو بتطالبوا بكشف الحقيقة أو يعني بتعلوا الصوت بوجه الدولة اللي هي مرجعنا بالنتيجة، نحن مش طالبين منه شيء لإله، طالبين من الدولة، بتكون أنت عم بتسير الفتنة وبتكون أنت صهيوني وبتكون أنت عم تخدم إسرائيل. يا أخي هاي الأسطوانة ما بقى تمشي، ما بقى مقبوضة من الشعب اللبناني. مش نحن اللي عم نسير الفتنة، من يقوم بهذه الأعمال هو من يثير الفتنة، وهذا الأمر واضح بذهن اللبنانيين يا أستاذ علي. مهما حاول حزب الله وغير حزب الله أن يغير مسار الوقائع، لن يستطيع إيهام الناس وتضليلهم والقول بأنه القوات اللبنانية أو غير القوات اللبنانية هن عم بيسيروا الفتنة فقط لأنهم عم بيطالبوا بكشف الحقائق. طيب فيك تضل معي دقيقة ونسمع وجهة نظر معالي الوزير الأستاذ مروان شربل، ثم وجهة نظر الأستاذ قصير، ونشوف شو فينا إذا فينا نلاقي قواسم مشتركة بيناتنا. وجهة نظرك معالي الوزير. هلا ما في شك، لا النائب ما في شك انه انا سمعت البيان اللي اصدره وزير الداخليه. يعني انا تفاجأت عن جد. تسرع شوي يمكن. طبعا تسرع. هل هو يمكن عم بده يطري الاجواء اكثر؟ ابو ملحم هاي بتعجبك؟ ما بيقدر يعمل ابو ملحم، ما بيلحقك، هذه ما بيقدر لك عليها. لا الجيش عمل ابو ملحم. الجيش عمل وين؟ بالكحاله. فأنا يعني مشان هيك اجت ردة الفعل قاسية استنادا للكلام اللي حكاه وزير الداخلية. يا ريت ما قال ما صرح، واللي قالوا عنه هلا حبيب قلبنا معالي سعادة النايب. أنا بدي أقول لك معه حق اللي عم بيقولوا إنه طيب أنت يا معالي الوزير إذا أنت بتعرف الحقيقة خبرنا إياها، بدون ما يعني خبرنا إياها، لأنه كل العالم ناطرة الحقيقة. والأحلى من هيك إنه العالم يعني الشعب اللبناني كله بالجرائم الكبيرة يعني ما عم نوصل لنتيجة. يعني مش بس هلا، من 2 ومن 3 ومن 5 ومن 7. هيدا يلي صار الحقد عم بصير بين اللبنانيين بين بعضهم، وكلهم ساعتها عم بيروحوا نحو الجهة الأقوى يلي هي حزب الله، وعم بيتهموا حزب الله. وهيدا يلي عم بيخلينا نوصل للي هلا عم نوصل له. أنا بتمنى إنه عن جد إنه هلا الكل شعرانين، والسيد حسن قال إنه الكل بدهم يوقعوا، كلياتنا بدنا نوقع، وحتى القوي بيناتنا راح يخسر. لا سمعتوا إذا امبارح؟ نعم. حتى يعني بيقصد عن حاله. بقى نحن ما بدنا نخسر بقى لبنان، بدنا بكل صراحة قد ما فينا نكون متعقلين، وقد ما فينا نقدر نلم هالجو الأمني الصعب، ونقدر قد ما فينا نحافظ على الأجهزة الأمنية اللي موجودة بقدر الإمكان، لأنه هودي اللي واقفين على إجراءهم وواقفين قد ما فيهم رغم الصعوبات المالية والاجتماعية اللي عم بيعيشوها. نحن بنتكل على الأحزاب اللبنانية. نعم. مثل القوات اللبنانية، مثل التيار الوطني الحر، مثل الحزب الاشتراكي، مثل حزب الله، بنتكل عليهم لحتى يرجعوا يوقفوا حد بعضهم، ولنه مؤقت يا خيي، لحتى نشيل هالبلد وبعدين رجعوا اختلفوا، بس نشيل هالبلد ونحطها على السكة الصحيحة. بناء على كلامك بوجه هذا السؤال. عم بيحكي معالي الوزير للأستاذ قاسم قصير بدنا نلم الأمور الصعبة. طيب بس هل فينا نلم الأمور الصعبة بدون ما نطرح القضايا الكبيرة؟
لا، مفروض البحث بكل القضايا، بس أنا برأيي أهم شيء. ورأيك وطبعا تعليقك على كلام برسم القوات أو برسم الحزب. إذا بتكون الدولة هي مسارنا سواء بالتحقيق أو بإدارة الخلافات بنقدر نوصل لنتيجة. يعني إذا كانت القوات اللبنانية عم تدعو لقيام الدولة، مفروض هي تقبل بما تتوصل إليه أجهزة الدولة بالتحقيقات بإدارة، سواء اللي صار بالكحالة أو اللي صار بعين قبل. وأنا برأيي ما عندنا خيار بالبلد إلا بناء الدولة والعودة مؤسسات الدولة. طبعا نحن بحاجة إلى معالجة للقضايا الكبرى، يعني موضوع السلاح بده نقاش، بس ما فينا نعالج السلاح بالقوة. لا القوات اللبنانية ولا غير القوات بتقدر تعالج مشكلة سلاح حزب الله بالقوة، لأنه بدنا نروح على حرب أهلية. هون الحكي عن حرب أهلية، لأنه للأسف في إشارة للحرب الأهلية واضحة من كمان ما بعرف الأستاذ جورج بيوافقني. طب ما طلع رئيس حزب الكتائب عم بيهدد بإعلان التعبئة وأن هناك حرب وجود، وعم يدعي كل الكتائبيين للاستعداد للمواجهة، وطلعت أصوات عم تدعي لاستعمال السلاح للمواجهة. فهذه هي هون الحرب الأهلية. الحرب الأهلية مش إنه والله واحد بيجي بيقول بدي أعمل حرب أهلية. الحرب الأهلية هي تراكم تعبئة مضادة بين أفرقاء. طيب إذا كان في مشكلة مع حزب الله، وأنا بعترف اليوم أن هناك مشكلة، لكن كيف بدنا نعالجها؟ بس حزب الله كل ما حدا جاب سيرة سلاحه لا ما بيقول عنه صهيوني ومأسرة. مطروح للنقاش تحت سقف الدولة اللبنانية وضمن الاستراتيجية الدفاعية. إذا هذا الموضوع بينحل بهالطريقة، هذا اللي بيختصر الطريق. أما إذا كل ما بدنا نعمل مشكل بدنا نقول إنه إحنا بدنا نعالجه بالقوة أو بدنا نواجهه، بعتقد بدنا نروح على حرب. تعتقد إنه في جهة عم تطفش البلد على حرب أهلية مثل ما بيقول السيد حسن يعني نصر الله؟ في خوف من إنه البعض يريد دفعنا إلى حرب أهلية، وأنا برأيي يمكن للأسف أحيانا نحن بنروح على حرب أهلية من دون أن ندري، وهذا عشناها بالحرب بال 1975. يعني القوى اللبنانية اللي كان عندها مشكلة مع السلاح الفلسطيني تحت عنوان معالجة السلاح الفلسطيني فتنا بحرب، والقوى اللي دعمت الفلسطينيين وتحالفت معهم كان هدفها انه اصلاح النظام السياسي، وفاتت باللعبة، فتنا باللعبة وما عدنا خلصنا لل90. في خوف اليوم، اما تحت عنوان معالجة السلاح او تحت عنوان مواجهة اخطاء معينة نروح على حرب من دون ما ندري. استاذ جورج، ما رأيك بوجهتين نعم. النظر هذا، لأنه هذا كلام تعقيبا على كلامك؟ شوف عزيزي، إذا كان في حدا في لبنان وأنا ما عندي يعني أي معلومات أو معطيات تسمح لي أقول إنه في جهة لبنانية تريد إعادة تجربة الحرب الأهلية في لبنان، فطبعا ليست القوات اللبنانية. أستطيع أن أجزم بأن القوات اللبنانية أبعد ما يكون عن الرغبة أو النية أو التحضير لحرب أهلية. نعم. بس هل هذا يعني أنه نحن مسلمين لكل ما يقوم به حزب الله اليوم من رهن لقرار السلم والحرب في الدولة، ومن استباحة لسيادة الدولة، ومن خروج كامل عن النظام؟ حزب الله أصبح اليوم بحالة بيسموها أستاذ علي أوف سيستم، هو منه موجود بهذا النظام، لا بالأمن لا بالعسكر ولا بالمال ولا بالاجتماع ولا بالاقتصاد، وبنفس الوقت يسيطر على هذا النظام. نعم. فهذه الحالة أكيد نحن لا نقبل بأن تستمر. بعدين أستاذ قاسم قال شغلة كتير مهمة وأنا بدي أكد له عليها، أنه نحن عم نطالب بقيام الدولة ونرضى لكل ما تقوم أو تطالبنا به هذه الدولة. أنا بدي أرجع أذكره بحادث الطيوني. حادث الطيوني كان في جهة جاية بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة على حي سكني، صار في إطلاق نار متبادل، راح قتلى آنذاك، طلب عدد كبير من أهالي الطيوني، سلموا إلى القضاء، بعضهم بقي 12 شهر قيد الاحتجاز أمام المحكمة العسكرية، أمام قاضي التحقيق العسكري. لا قمنا القيامة ولا قلنا هودي قديسين نحن ما بنسلمهم، ولا أصلا تبنينا هذا الموضوع. قلنا بوقتها إنه هودي أهالي عين الرمانة من مختلف الأطياف من مختلف الأحزاب، وحتى ناس مش حزبيين
ولا ينتمون إلى أي حزب، استفزوا ما كان يجري على أرزاقهم وممتلكاتهم وسياراتهم وبيوتهم وعملوا هذه الحالة من الدفاع عن النفس. ومع ذلك ومع استنكارنا بوقتها للمدى اللي وصل فيه المفوض آنذاك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، إذا اعتبر أنه هذا الحادث كان يجمع فريقين سياسيين أو عدة أحزاب منها القوات اللبنانية ومنها حزب الله وحركة أمل، ونحن لا نسلم بأن القوات كان في قرار يعني الإجراءات اللي صارت آنذاك من طرف عين الرماني، راح إلى استدعاء سمير جعجع فقط. فبوقتها قلنا له لا، هون تجاوزت كل الحدود وصرت أنت عم بتعرض السلم الأهلي وعم تدفعنا دفعا كجهاز من أجهزة الدولة نحو المواجهة بالشارع، فوقف عند حدك. ولكن كل باقي الإجراءات يا أستاذ قاسم نحن التزمنا فيها، وراحوا سلموا حالهم الشباب وعانوا الأمرين باعتقالهم، وما قلنا ولا مرة أنه نحن نرفض الخضوع للدولة. نحن ما بدنا حرب أهلية، هذا أمر ثابت وأكيد، ولكن لن نقبل أن يستمر حزب الله بمنعنا من تحقيق حلم كل اللبنانيين بقيام دولة فيها سيادة قانون، فيها مساواة بين أفرادها، فيها جامعات قادرة تحكي مع بعضها خارج لغة السلاح، خارج لغة التخوين. كل ما أنا يطلع رأي مش على ذوق فلان أو فلان بصير متآمر وبصير عميل وبصير عم نشوف هلأ شو عم بيصير مع محطة الام تي في، هذه الحملة الشعواء اللي هلأ مشنون عليها واتهامها بأنها صهيونية. وأنا بدي سجل هون إذا بتسمح لي كل تضامني مع هذه المحطة فقط لأنه نقلت الحقيقة اللي كانت عم بتصير بأم عيون الناس بتليفوناتهم، كانت عم تنقل الفيديوهات، ما عملت شيء أكثر من هيك نهار حادثة الكحالة المشؤومة. نعم. معالي الوزير، بيشعر المراقب بلبنان أنه حتى بالحوار ما حدا بده يسمع الثاني، ما بدي أقول الكلمة هذه بيقولوا حوار الطرشان، بس أنه عمليا كل واحد مقتنع بوجهة نظره وعمليا ما حدا قادر يقرب للثاني. السبب الكل بدهم دولة، وهذه مش إشارة للأستاذ جورج، بس هذا بشكل عام هيك ملاحظة. طبعا المشكلة إنه الكل بدهم دولة، بس بعد ما اتفقنا ما هي الدولة التي نريدها. هلا القوات اللبنانية بدهم دولة مثل ما حكي الأستاذ جورج، بتلاقي فريق تاني بده الدولة بس مش بالتفاصيل. بس بهالوقت ما في راحت الدولة. طبعا راحت الدولة، مشان هيك أنا قلت لك اللي موقف الدولة هلا هن الأجهزة الأمنية. لما بتروح الأجهزة الأمنية راحت الدولة كليا، وما عاد ساعتها نفكر كيف بدنا ننتخب رئيس. في خطر على العيش المشترك، خطر على طبعا إذا الأجهزة كيف بلشت الحرب بال 75 تتذكرها، قعدوا يلعبوا بالجيش اللبناني حتى قسموه. لما انقسم الجيش اللبناني فلتت القصة، صار جيش لبنان العربي وصار الجيش اللبناني والدرك اللبناني العربي وفلتت القصة وقامت القيامة. لا، نحن ما بدنا نوصل لهيك، بدنا يتفقوا عن جد، يتفقوا على طاولة حوار شو الدولة اللي بدنا إياها، شو هل إنه هالدستور اللبناني اليوم يلي بعد ما تطبق، وأنا بنظري ما تطبق لأنه كل واحد بيفسر الدستور مثل ما بده، وجهة نظر. وأكبر دليل أعطيك مثل، أنا حكيت أنا والرئيس بري بهذا الموضوع، بدي أعطيك مثلا خذ مادة 49، هل إنه 86 بتكون بالدورة الأولى وبتبقى بالدورة الثانية؟ خذ كمان المادة 74 بعتقد أو 73 ما بقى أتذكرها. هل مجلس النواب 74 هل مجلس النواب بيشرع؟ طب هودي بيقولوا اللي بيشرع بتلاقي معه حق، واللي بيقولوا لا هو بينتخب وبتلاقي معه حق. طيب ما هذا كمان المجلس النواب عليه انه يفسر الدستور اللبناني حتى نمشي ونقلع. مشان هيك مختلفين شو الدولة اللي بدهم اياها، مثل ما هلا مختلفين على اللامركزية الإدارية، موسعة ولا ضيقة، مالية ولا مش مالية. يعني بنختلف دائما على الكلمة، وهي الكلمة ما لها أهمية
بس لحتى نسجل على بعضنا انه نحن ما بدنا هالشيء هيدا. بدنا ناخذ فاصل قصير ثم نعود الى القسم الثالث والاخير، وبدنا نتشكر سعاده النائب جورج عقيس لمداخلته في هذا البرنامج. ان شاء الله يكون لنا لقاءات طويله معك اخرى، وشكرا لانك لبيت دعوتنا. نحن بريك قصير وبنرجع لكم. عودة معكم مشاهدينا بهاشتاج سياسي، هذا القسم الثالث والأخير، وعنوان هذا القسم ارتفاع شعبية الفيدرالية والتقسيم. معالي الوزير يوم الأحد كان في كلام للبطريرك الماروني لافت بشارة الراعي، بيقول فيه لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة. هل أصبح المسيحيون مع الطلاق؟ لا، مش هذا مش هيك بيقصد. هلا هو بيقصد طبعا الكل تسمعهم بخطاباتهم كل الحديث موجه حول سلاح حزب الله. يعني لو ما في سلاح كلها هذه ما بتسمع ولا بينحكى، حتى حكي أخطر من هيك. خلينا نعمل مؤتمر يكون في مؤتمر دولي. نعم. هذا أهم بكتير من الكلام اللي حكي هلا، اللي حكي امبارح. الموضوع إذا بدنا نعمل حتى هلا قيمة لقيامة، ويمكن لو ما في تفاهم شوي حصل اليوم بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر حول شيء دستور ذاكره اللامركزية الإدارية الموسعة، يمكن كمان ما انعملت. مشان هيك عم بقول لك عم نختلف على أتفه الأشياء يلي حتى الدستور بنص عليها وما بدنا إياها. كيف بدك تعمل فيدرالية؟ فيني عن جد أنا بدي أسألك سؤال. نعم، بكل صراحة. هلا شو بدي بالتقسيم؟ لأنه استحالة التقسيم، وإذا حلموا يعني إذا حلموا إنه بده يصير في تقسيم، الطائفة المسيحية هي الخاسرة الأكبر لسبب. السبب يلي قليل اللي بيعرفوه إنه اليوم عندنا 15 دائرة بالانتخابات النيابية، مش 15 صحيح. دائرة. ما في دائرة إلا ما فيها مسيحي، بس في دوائر ما فيهم درزي وما فيهم سني وما فيهم شيعي. هيدا ببرهن يعني عم بتفرط بالمسيحي اللي موجود بالأماكن الأخرى. طب أنا بدي أسألك، إذا قسمنا حتى فيدراليا، ومثل ما قالوا على طريقة سويسرية، لأنه أنت بتعرف وأكثر واحد تعرف كيف مقسمة فيدراليا سويسرا، إنه الأقلية اللي موجودة بهالمنطقة هاي تابعة للأكثرية المركزية من نفس العقيدة. نعم، بالتصويت. بتصوت بالمحل. بتصوت، أوكي. طيب أنا إذا في مسيحي بعكار وهو تابع للمركزية للمسيحي المركزي بجونية، طلع عبالهم يقولوا خي الله معكم، أنتم يا بتنتخبوا معنا لا فرقانة معنا بالفيدرالية تبعكم، وآخر هم عنا أنتم. وين بيصيروا المسيحية؟ ليك نحن ما عنا بقى إلا هيدا الطائف. أنا مؤمن بهذا الموضوع. خلينا نطبق الطائف، نعمل مجلس شيوخ، نعمل إلغاء الطائفية مش السياسية، إلغاء الطائفية. وهون الغلط بالمادة 95. المادة 95 إذا بتفتحها هلا بتقرأ سادس سطر محطوط إلغاء الطائفية السياسية، سادس سطر إلغاء الطائفية. أنا سألته الله يرحمه للرئيس حسين الحسيني، الله يرحمه، قلت له يا دولة الرئيس كيف بتغلطوا هالغلطة؟ قال لي هيدي سقطت سهوا. بالدستور ما في شيء اسمه سقط سهوا، في شيء اسمه بدك تبرره. بيقوم بيعمل لي كتاب أحو بعده معي ذكر منه، وبيشرح لي وبيقول لي إنه شو المقصود. فإذا خلينا نحن خيي نطبق هذا الدستور يلي هو مدخل للدولة المدنية، كلنا نعيش تحت ظل دولة مدنية، ما في فرق بين مسلم أو مسيحي أو سني أو شيعي أو درزي، كليتنا الرجل المناسب بالمكان المناسب. نعزز مجلس الخدمة المدنية، إصلاحات يعني طبعا أهم شيء بكل هالإصلاحات اللي بنحكي فيها هو مجلس الخدمة المدنية. لمن الكل بيقتنعوا إنه الأول شو ما كانت طائفته بيستلم هذا المركز، مين ما كان يكون تقبل فيه. أنا صارت معي، وأعطيك مثل واسأله أنا عملت فحص وقت كنت وزير داخلية ل2 محافظين،
محافظ بعلبك الهرمل بشير الخضر، ومحافظ عكار بيت اللبكي. طيب أنا كيف بدي أقبل إنه خي أحد المسؤولين المهم مقدم ليعمل محافظ بعلبك الهرمل وبشير خضر طلع الأول؟ أنا ما قبلت، ولا ما حدا حكي فيه هذا، ما بعرف كيف إجا، بس طلع الأول. وقلت لهم بمجلس الخدمة المدنية أنا لن أقبل إلا ببشير خضر، طلع الأول وعينا بشير خضر، وما قبلت وعملت تقرير تعيين ولبكي نفس الشيء. خي هيك بتصير القصة. طيب إنه أنا بختلف أنا وياهم على شو اسمه تبع الأحراش، خي يعني أنا ما بفهم أنا عن جد انه طب اذا كان المسلم اكثر من المسيح، واذا المسيح اكثر من المسلم، انه اذا كان تبع هلا يمكن يزعلوا اذا سمعوا كلامي. طب اذا كان مسيحي عم بيحمي احراش جبال، انه هيدا بيترك الحرش يحترق انكاي لانه هودي اصحابه مسيحيه اذا كان هو مسلم؟ خي هذا المنطق. هذه بتتذكر هذه قصه الحريقه مع احد النواب اللي قال ليش عم بيحرقوا، ليش عم تحترق ضيعه المسيحيه اكثر؟ مشان هيك ما عاد عمل نايب. على كل بحييه بس هو مهضوم يعني بجد. نحن عندنا دستور كثير مهم، خلينا نفسره ونبلش نطبقه. هلا بالتطبيق اي ماده بدها تعديل بنعدلها، اي ماده بدها الغاء بنلغيها، اي ماده بدها تطوير بنطورها، وبننطلق لدوله مدنيه. هيدا الدستور بيحكيك عن دوله مدنيه. وقت بيقول لك مجلس شيوخ والغاء الطائفيه السياسيه، حتى بالفقره الاخيره من الماده 95 مش بالضروره بقى انه هيدا المركز للمسيحي يضلوا المسيحي وهيدا للسني يضلوا للسني. انا عشت، طب انا انقهرت، انا ضابط خيي، طب انا ضابط، أنا بحق لي أعمل مدير عام قوى الأمن الداخلي، بس لأني أنا ماروني ما بحق لي. طيب أنا رئيسهم، لا أنا عم بحكي بالسلك. فهمت. أنا رئيسهم، بيرقوا اللي أدنى مني، بيصير أعلى مني رتبة، بيصير أنا بدي أدي له التحية، وبدك تقدم استقالة، أو بدي أقدم استقالة. هيدي ما بتمشي بالقوى العسكرية، عن جد ما بتمشي، لأنه بيصير في حقد، بتخلق حقد، بتخلق مشاكل، بتخلق ببطل يرد على رئيسه، بيصير في غبن. بيصير في غبن طبعا. أستاذ قاسم، هل بتعتقد أنت مثل ما عم ينحكى كتير أنه موضوع الدعوات إلى الفيدرالية هي تستبطن عمليا هي دعوات مقنعة لتقسيم، أو اللامركزية الإدارية اللي عم بيحكي فيها مثلا الأستاذ جبران باسيل، اللي هي مالية وإدارية وتمثيلية، هي جزء من، هي فيدرالية وصولا للتقسيم؟ نحن جربنا وعشنا تقسيم واقعي بالحرب، تبين أنه هذا التقسيم أدى إلى صراعات داخل كل منطقة، بين الشيعة تخانقوا مع بعضهم أملوا حزب الله، والمسيحيين تخانقوا مع بعضهم، حتى بالدروز ما قدروا يعني أداروا البلد، ما بيقدروا يعيشوا لحالهم. أنا تقديري ما بدنا نرجع نكرر تجارب خاطئة. موضوع الفيدرالية هو موضوع لا ينطبق على الوضع اللبناني لأنه البلد صغير، بس أنا شخصيا والدولة المركزية ما بتنطبق على واقع فيدرالي، يعني فيدرالية طوائف. لذلك أنا مع اللي عم يطرحه مع الوزير. خلينا نروح على تطبيق اتفاق الطائف. اتفاق الطائف بيقول باللامركزية الإدارية، إذا بدنا نضيف إليها موسعة يا خيي. لا هي موسعة محطوطة كمان، بس مش مالية. أنا برأيي هذا هو الحل الوحيد، العودة إلى اتفاق الطائف، إقامة دولة مدنية بكل معنى الكلمة. وهذا الاتفاق موجود، وحقيقة اللي عملوا اتفاق الطائف أدركوا إشكاليات البلد بعد نقاش طويل عريض، وساهم فيه مفكرون وساهم فيه شخصيات مهمة. ما إجا اتفاق الطائف هيك فجأة، هو خلاصة نقاش، خلاصة تجارب بالإصلاح من خلال فترة الحرب كلها. نحن حتى لا نعود إلى البداية، أمامنا اتفاق الطائف، فلنعود إلى اتفاق الطائف، فلنطبق اللامركزية الإدارية الموسعة. إذا كانت هذه بالنسبة للبعض بتعالج هواجس، نروح على مجلس شيوخ، نروح على دولة مدنية. لا تقسيم بينفعنا ولا فيدرالية بنقدر نحن، يعني مش واقعية. يمكن البعض نتيجة هيك شعوره بالغبن أو بالخوف أحيانا عم بيطرح شعارات. حتى البطريرك الراعي وقال أمام منتدى التفكير الوطني عندما زاروه، وهذا المنتدى أطلق برعاية البطريركية، نحن لا نريد فيدرالية، نريد تطبيق اتفاق الطائف. وأنا برأيي حتى ما نكرر تجارب فاشلة. اتفاق الطائف وصلنا له بعد حرب 15 سنة، 100,000 قتيل، عشرات آلاف المفقودين، مئات آلاف يمكن الجرحى اللي أصيبوا، الدمار
ليش بدنا نرجع نعمل من جديد؟ كيف بتعالج قصة انعدام التوازن بالبلد اللي بيشعروا فيه؟ أنا تقديري يعني باتفاق الطائف هو عالج مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ بيكون بياخد قريب من منابط مجلس الشيوخ الموجود بأمريكا، شريك بالقرار الوطني، وهذا كتير مهم، وبنفس الوقت اللامركزية الإدارية المواشية. كلمة أخيرة، موضوع السلاح كيف بتعالجه؟ أنا برأيي العنوان الوحيد هو أن ضمن استراتيجية الدفاع الوطني أن يكون هذا السلاح دفاعا عن لبنان، وضمن السياسة اللبنانية أن لا يكون سلاحا يستعمل لمعارك خارجية. كلمة أخيرة مع الوزير بموضوع السلاح، كيف تعالج موضوع السلاح؟ بدي بس كلمة قبل للدخول إلى دولة، لأنه معي دقيقتين بقى. للدخول إلى دولة مدنية يجب أن إعادة النظر بقانون الأحزاب. لا يجوز أنه هذا الحزب من هالطائفة وهذا الحزب من هالطائفة، لازم يكون مثل ما كان الحزب الاشتراكي نصه كان مسيحي، نائب الرئيس مسيحي كان، ومرات يمكن كان مؤسسي حركة أمل كانوا من كل الطوائف. من كل الطوائف. نعم. هيك لازم يكون. هذه شغلة الثانية، نرجع نعيد النظر بقانون الانتخاب، لأنه ما فينا ننطلق لدولة مدنية وبيبقى قانون انتخاب قانون طائفي بامتياز. يعني المسيحي عم بينتخب بصوت تفضيلي واحد المسيحي، والدرزي عم بينتخب درزي، والسني عم بينتخب سني. هلا بموضوع سلاح حزب الله، أنا بنظري في عنوان غلط. لا يجوز أن نقول استراتيجية دفاعية. استراتيجية دفاعية بكل بلدان العالم هي استراتيجية سرية بيعملها الجيش اللبناني، كيف بده يستخدم مقومات الدولة. هي بتضل بالجرور طبعا، ما بتطلع على طاولة الحوار وبيجي الإعلامي. أما معالجة سلاح حزب الله هي بتكون باستراتيجية الأمنية يلي بتعالجها طاولة الحوار، بيكون فيها وزير الدفاع، بيكون فيها رئيس الجمهورية، بيكون فيها رئيس الحكومة، بيكون فيها ممثلين على الأحزاب، بيشوفوا وين نحن المفروض وين بنحتاج حزب الله، سلاح حزب الله بأي مشكلة بتصير مع إسرائيل، بنحط ساعتها قواعد، بنحط فرائض بتنعمل بهذا الموضوع. الأهم من هيك انه نقدر نوصل. انا هذه اللي دائما بقولها وبخطط لها. اهم شيء هو مش سلاح حزب الله، هو استعمال حزب الله سلاحه بدون التنسيق مع الدولة اللبنانية. يجب التنسيق مع الدولة اللبنانية قبل استعمال سلاح حزب الله ضد إسرائيل. ليش؟ لأنه هالجيش بده يتحضر. طيب هالمواطنين اللي حواليك بدهم يتحضروا. هلا ما عم بحط انا كخطوه اولى، ما فيك تيجي تحط سلاح حزب الله بتصرف الجيش اللبناني، لا، عم بقول التنسيق كخطوه اولى بتنحط بهيدي بالاستراتيجيه اللي عم بقول عنها. كخطوه ثانيه ساعتها بنرجع بنبحث نحو حزب الله انه انت قادر هالسلاح تعطي اسم للجيش اللبناني يساعدك بهذا الموضوع ولا لا. أنا بدي أتشكرك معالي الوزير الأستاذ مروان شربل على وجودك معنا، ونتشكرك زميلنا وصديقنا الأستاذ قاسم قصير، وأيضا بنتشكر سعادة النائب جورج عقيس أيضا اللي شاركنا بالقسم الثاني من هذا البرنامج. موعدنا معكم بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس الموعد، خليكم معنا.